شفت البجاحه؟ تعال اقول لك الارشيف قال ايه بصراحه. فرنسا كانت بتاخد القمح من الجزائر ولا تدفعش، لحد ما حكام الجزائر طالبوا بفلوسهم من فرنسا وقالوا لها كده ما ينفعش. طب دول اوروبا عملوا عليك حصار، واحنا وقفنا معاكي برجوله واصرار، واخدتم قمحنا وقلتوا هندفع على مهلنا. دفع تاتا والجديد طازه بطازه. طب خلص الحصار وعدى سنين كتار، عليكم 24 مليون فرنك ممكن تدفعوا لان اقتصادنا بينهار. ترد فرنسا ببجاحه واستهتار على حاكم الجزائر المغوار وتقول له اللي عندك اعمله، مش هندفع غير 7 مليون فرنك بس وبراحتنا، وده مش اختيار، ده بالاجبار. مش كده وبس، ده هنبعت سفن حربيه وهنعمل حصار. وتحصل الحادثه الشهيره، القنصل الفرنسي بيار بيكلم حاكم الجزائر اللي صار، وبيشاور بالمروحه اللي في ايده ناحيه القنصل ان مش موافق ولازم الدين يتسدد اخر النهار. ويسافر القنصل الفرنسي على فرنسا ويولعها نار، وحاكم الجزائر ضرب قنصلنا الفرنسي بالمروحه وطار. دي كده اهانه لفرنسا وبقى لينا طار. وتبعت فرنسا السفن ولمده سنتين تعمل على الجزائر حصار، وبعد كده يحصل الاحتلال الفرنسي للجزائر واللي هيستمر لمده 132 سنه، ودي اطول مده استعمار. عمرك شفت بجاحه اكتر من كده؟ هات الفلوس اللي عليك، انا القائد وده الارشيف.